وانا كنت اصدرت بياني ان لابد من حضور هيفا للتحقيق. وسامحوني يعني ازمه هيفا وهبي. طيب مين اسمع مين؟ ماشي كمل. ازمه هيفا. اتفضلوا يا فندم. أزمة هيفا أزمة زي أي أزمة، ولكني أنا راجل، أنا بقول لكم حتى ممكن يكون زمايلي هنا في المجلس هيتفاجئوا باللي أنا بقوله ده، أو يتفاجئوا باللي أنا عملته، عشان أنا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. في ناقد من النقاد مرة قال لك أصل مصطفى كامل بيحل الأمور بتاعته بالسلم، كان الناقد طارق الشناوي. ايوه يا سيدي، ما تسيبني احل بالسلم. انت عايزني ليه امسك سيف؟ انا مش دوري اجيب حصان وسيف. اللي بحله بالسلم بيتحل بالسلم، اللي بحله بالعلاقات الطيبه اللي بيني وبين زملائي، لان انا برضو انا مش مغني زي المغنيين، انا راجل بدات حياتي صانع. فكل فنانين مصر اللي بتغني يا زملائي يا نجحت معاهم، يا منهم تلامذتنا من الجداد، يا منهم اخواتنا، يا منهم يعني بتعرفي تدير الامور بشياكه وبعقل. أزمة هيفا وهبي كلمني الدكتور أشرف زكي، قال لي هيفا ليها مشكلة مع شركة بقالها كتير، والشؤون القانونية استدعيتها بدل مرة 2 و3 في النقابة لم تمثل أمام جهة التحقيق، وعملنا خدنا قرار بوفاء. قلت له على فكرة وأنا جاي لي الشكوى دلوقتي، وبما إننا وكلاء الاتحاد أنا والدكتور أشرف، يبقى احنا نفعل دور الاتحاد مع بعض. فعلنا دور الاتحاد وخدنا موقف ثابت ومعلن، والبيان اللي نزلته بيان واضح جدا ان بناء على الخطاب الوارد ليا من السيد الاستاذ دكتور اشرف زكي نقيب المهنه التمثيليه، وتفعيلا لدور اتحاد النقابات، ان احنا وقفنا احنا الاثنين. فجاه لقيت المحاميه الدكتوره رانيا والاستاذ ياسر والمحامين الفنانه هيفا وهبي جايين هنا وقالوا لي احنا نقابه المهن التمثيليه اصطلحت معانا، وعرفت ان هي سوت امورها مع نقابه المهن التمثيليه. ممكن يكون ده زعلني شويه، لان كان المفروض يجب ان كان القرار يصدر من النقابتين مع بعض، ولكن الامر برضو بيني وبين الدكتور اشرف، هو اخويا وحبيبي. فكلمته في التليفون قلت له يا دكتور اشرف، هل انتوا سويتوا الامر مع هيفا؟ فقال لي لا ده الشركه بتقول، بس احنا لسه ما طلعناش. قلت له لا ده معاهم الخطاب ونازل على الجرايد بيقول ده، حتى الخطاب جاي من نقابه المهن التمثيليه الى نقيب المهن الموسيقيه ان احنا خلصنا موضوعنا مع هيفا ونرجو. وانا كنت اصدرت بياني ان لابد من حضور هيفا للتحقيق. وسامحوني يعني انا ما بعرفش ارجع في قراري، فاصريت ان زي ما انا طالما صدر القرار بمثلها امام الشؤون القانونيه ان تستدعى امام الشؤون القانونيه، ولن يحل الامر مجرد خطاب من المتعهد اللي برضه اشتكى هنا ويقول لي انا خلصت فانا خلصت. قلت لازم حضور الشؤون القانونيه. هيفا رفضت تقعد مع المتعهد في الوقت ده، والمتعهد كان رافض يقعد مع هيفا. اصريت على ان القعده تقعد وتبقى كلها سلميه، والقعده بمحبه في حضور مستشار الشؤون القانونيه للنقابه، وان الامور كلها تدور بسلام. انت لك حق اخدته. هيفا نجمه كبيره لها كل التقدير والاحترام من نقابه المهن الموسيقيه. القعده خلصت، كل زمايلي هنا حتى زمايلي هنا اتفقوا لان الموضوع ده تم قانون النقابات. يا فندم لو سمحت. خير بالضبط. هل المايك؟ في حاجه في الصوت؟ فيتو الستاند بتاع فيتو فين؟ طيب لو حضراتكم قريتوا قانون النقابات هتلاقوا زي ما احنا قلنا هو فيه بنود كتيره، لكن على راسها وعلى راس الاولويات فيها هي رعايه مصالح الاعضاء فيما بينهم، هي تقديم الخدمات والمساعدات عند الحاجه، هي تنظيم معاش للشيخوخه والعجز والوفاه والتامين الصحي، العمل على كفاءه حقوق الاعضاء في الاداء العلني. ودي خطوه احنا لغايه النهارده كمجلس محدش تطرق ليها اطلاقا، لان انا عضو نقابه المهن الموسيقيه، عضو عامل بنقابه المهن الموسيقيه، وعضوين داخل جمعيه المؤلفين الملحنين. انا عضو عامل في الساسيه مؤسسيه باريس شاعر، وعضو عامل ملحن في جمعيه المؤلفين والملحنين. النقابه القانون بيلزمها بمتابعه حق الاداء العلني
للفنانين داخل وبخارج مصر كمان، دي عمر ما تطرق ليها ابدا اعضاء مجلس الاداره في جلساتهم ولا اتكلمنا فيها. بلاقي دايما افكار لزملاء لهم مطالب مشروعه. انا يا جماعه تاني وتاني بحلف بالله انا لست ضد النقد ابدا، انا بس دايما بحب النقد يكون نقد بادب ويكون في محله. يعني انتقدني براحتك بس خليك مهذب وانت بتنتقدني. ده بتكلم على دور الاداري، خلينا سيبونا من دور الفني. يعني احنا بنتكلم هنا على دور نقيب المياه المسقيه، رئيس مجلس اداره نقابه المياه المسقيه. انا مش ضد النقد خالص، انتقدني براحتك بس خليها بشكل مهذب وخليك راجل موضوعي. ده انا بتكلم ده بالنسبه للساده الزملاء اعضاء الجمعيه العموميه او حتى حاملي التصريح اللي هم بياخدوا تصريح من الغنى. خليك مهذب، خلي مطالبك مشروعه، خليني احس ان ليك هدف من اللي انت بتطلبه. انا عشت الحياه، انا مش جاي من مثلا مدير من كليه الهندسه. انا عشت حياتي راجل بكتب وبلحن وبغني. فلما بلاقي مطالب وهي مطالب مشروعه ويقرها القانون ان من ضمن ما يفرضه القانون علينا هو توفير العمل للاعضاء. كلنا كرقابات، وانا بشوف زميلي وصديقي الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيليه الايام اللي فاتت شفت له وهو ساير ويا عيني ليه حق، لان زمايله بتطلب منه العمل في الوقت اللي احنا بنقول فيه في شباب كتيره موهوبه دلوقتي لها برضه الحق في انها تخبط ببان المهنه اللي بتحبها. فانا بشوفه هو بيعاني، كلنا بنعاني من حته ان كل الزملاء عايزه تشتغل. لما بلاقي حد بيتكلم بموضوعيه في الموضوع ده بتكلم معاه. القانون ده لما تأسس او اتعمل سنه 1955 زي ما قلت لحضراتكم. لما جت سيره الغناء العربي تنشئ نقابه ما كانش فيه حتى العدد اللي يكفي من موسيقيين مصر ان هي تنشئ بيه نقابه، فكان عدد الموسيقيين قد كده. النهارده اعداد الموسيقيين في تزايد مستمر. طب تعالوا بقى كفنان. استاذ حلمي عبد الباقي قاعد راجل مطرب، استاذ خالد مطرب، معانا مين مطربين في زملائنا التاني؟ استاذ احمد العيسى راجل مطرب. احنا هل فينا حد ممكن يبقى فيه عازف شاطر او نياتي شاطر او كمانجاتي شاطر او درامر شاطر او طبال شاطر او دفاف شاطر او رقاق شاطر